السلام عليكم خوتي وخواتاتي وميماتي، مرحبا بكم عندي في قناتي وقناتكم شيوة عائشة. اليوم ان شاء الله فيديو جديد وصفه جديده. نتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال نتوما وعائلاتكم ووليداتكم. اليوم غنشارك معكم كيك اللي كيجي اكثر من رائع. كيك ديال القهوه بالصوص شوكولا ودانيت، كيجي اكثر من رائع نتوما كيفاش كتشوفوا. ونتمنى هذا لا فيديو يعجبكم، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا بديك اللايك والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب فضلا وليس امرا. وشكرا على التعاليق اللي كتخليو ليا التعاليق زوينين اللي كتخليو ليا، الله يخطيكم. ودابا غندوز نقطع معكم طريف باش تشوفوا كيفاش كتجي هاد الكيك الاقتصاديه. كي قلت لكم كيكه اقتصاديه في متناول وكتجي اكثر من رائعه. نقطعها معكم. هانتوما كيفاش كتجي الكيك ديالنا، كتجي مهويه وكتجي مفشفشه وكتجي خاويه من الداخل. ها هي هانتوما كتشوفوا كي قلت لكم كتجي زوينه بزاف وكتجي اقتصاديه في متناول الجميع. هانتوما ودابا غندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير ديال هاد الكيك اللي كتجي اكثر من رائعه. وما تنساونيش من ديك اللايك. الله يجازيكم بخير وشكرا لكم. وبلا ما نطول عليكم ندوزو نشوفوا المكونات. وهنا غنشوفوا المقادير والطريقه في نفس الوقت باش بلا ما يجي الفيديو طويل. خديت هنايا اناء اللي غادي نخدم فيه، غندير فيه 3 ديال البيضات اللي يكونوا بدرجه حراره المطبخ. قلت لكم 3 البيضات. غنزيد عليهم واحد الساشي د الفاني، قريصه د الملحه اللي ضروريه، كاس ديال السكر عامر، واللي ما كيبغيش الحلاوه يقدر ينقص. صافي غنطرب هاد البيض والسكر، نطربهم مزيان غير بالطراب اليدوي. يمكن لكم ديروا الطراب الكهربائي او الكاس الخلاط، داكشي كيبقى لكم اختياري. صافي هنا كنبقى نطرب مزيان مزيان حتى ديك البيض والسنيده كتذوب لينا ديك السنيده. صافي هنايا غادي ناخذ الزيت، ناخذ كاس ديال الزيت معامرش. صافي ونزيدو ونبقى نطرب باش كيندمج مع داك السكر والبيض. وهنايا غناخذ واحد الكاس ديال القهوه، اللي انا هنايا خديت كاس ديال المدافي ودرت فيه معلقه القهوه السريعه الذوبان، اللي يمكن لكم تعوضوها بالقهوه معطره او القهوه مطبوخه، داكشي كيبقى اختياري. انا هنايا كي قلت لكم درت غير قهوه سريعه الذوبان. هاد الكيكه كتجي زوينه وكتجي اللي عشاق القهوه غادي يحبوها بزاف، كيجي داك المذاق ديال القهوه كيجي زوين. صافي غنبقى نزيد هنايا الطحين شويه بشويه.
هنايا غادي ندير بالمعلقه، المعلقه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه، 6 د المعالق. صافي وغنخلط مزيان. من بعد غادي نزيد 2 ساشيات ديال الكاكاو المر. هاد الساشيات كيجيو زوينين بزاف، المذاق ديالهم زوين احسن من ديك الكاكاو ديال العبار. انا كنفضل الساشيه على ديال العبار، واللي كان متواجد عند هاد العبار دير 2 معالق كبار. غير كي قلت لكم داك ديال العبار ما فيه لا مذاق لا بنه صراحه. هذا كيجي بنين وكيعطي مذاق زوين وكيعطي حتى لوين زوين في الكيك. انا داك كيجيب لي الله ما بشكل، حتى الكيك كيجيبها كحله، كيجيبها كحله بزاف. ما هذا كيجيبها غير بحال اللي بنيه بني فاتح، كيجي زوين. هنايا باقي خصني انا نزيد طحين، غنزيد واحد 2 معالق ديال الطحين. صافي غادي نزيد 2 خمارات وزن 8 غرام، المجموع ديالهم 16 غرام فيهم بجوج. صافي وكنخلط مزيان. كنخلطوا مزيان داك الطحين وداك الخماره حتى كيدخلوا في المكونات. هذا هو القوام ديال الكيك اللي كنحصل عليه، ما كيكون خفيف ما كيكون ثقيل بزاف، باش الا تقالت عاوتاني الكيكه كتجي مدقصه من الداخل وما كتجيش مفشفشه وخاويه. صافي هنا الكميه ديال الطحين اللي هزات ليا 8 د المعالق، 8 د المعالق ديال الطحين. وهنايا غادي نزيد واحد المعلقه ديال الخل اللي ضروريه في هذه المرحله حتى الاخير، ويمكن لكم تعوضوها بعصير حامض، الشيء اللي عندكم اللي متواجد عندكم كديروه. انا هنا درت معلقه ديال الخل. صافي وكندخل ديك المعلقه ديال الخل مزيان في الكيك. هذا هو القوام ديال الكيك اللي كنتحصلوا عليه. صافي هنا غناخذ انا مول، خديت مول مربع، يمكن لكم ديروا اي مول عندكم ماشي ضروري هذا. دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق ودخلته للمجمد. ضروري تدخلوه للمجمد قبل ما توجدوا الخليط الكيك. اول حاجه ديروها هو تدهنوا المول ديالكم وتدخلوه للمجمد، يعني ديك البروده اللي كيشد لينا المول كتساعد الكيك باش كيبقى كينتفخ وكيجي مهوي من الداخل. هذا تا هو سر من الاسرار ديال الكيك باش كتجي زوينه. صافي كنهز يديا الفوق وكنخوي الكميه ديال الخليط كامله في المول. صدقوني هاد الكيكه راه كتجي زوينه بزاف، ولا جربتوها راه ما غاديش تبقاو تستغناو عليها. وكي قلت لكم اقتصاديه وما فيها زعما شي مكونات اللي هما يعني غتخرجوا تسخروا، ولا راه كلشي في الدار دابا. البيض كيكون عندنا، الزيت، الطحين، داكشي راه ديما عندنا في الدار. صافي في هذه المرحله غندخلها للفران اللي كيعودتكم معايا. انا الفران ما كنشعلوش قبل حتى كندخل الكيك عاد كنشعل الفران باش الكيكه كطيب في خاطرها وكتطلع في خاطرها. هانتوما معايا. صافي من بعد ما خرجت الكيك، من بعد ما طابت وخرجتها من الفران، هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي مهويه وكتجي مفشفشه. وهذا الكيك ديال الكاكاو او بصفه عامه الكيك اللي فيه الشوكولاط ما كياخذش معنا وقت طويل في الفران دغيا كيوجد. صافي هنايا خديت واحد 3 دراهم ديال الشوكولاط،
الشوكولاط غير العادي كالا اللي ذوبته، وزدت معاه واحد واحد هكا واحد المعلقه ديال الزيت باش كيعطي ديك اللمعه هكاك صافي. ومنين ذوبته غادي نزيد معاه واحد العلبه ديال دانيت شوكولا، غنزيدها مع داك الشوكولاط وغنخلطو مزيان داك دانيت مع داك الشوكولاط. كنخلطو مزيان باش كينسجموا مع بعضياتهم داك دانيت والشوكولا. هنايا غادي نحوي على الكيك، والكيك راه باقي سخون باش كيتشرب لينا داك الصوص. غير هنايا واحد الملاحظه راها ما نسيتها انايا، غتقبوا الكيك ديالكم قبل ما تخويو هذا الصوص. انايا راه تا خويت الصوص ديال الشوكولاط عاد تقبت الكيك، هي ديك المرحله ديروها قبل. منين تبغيو ديروا الصوص تقبوا الكيكه هي الاولى، عاد كبوا عليها داك الخليط ديال الشوكولاط صافي. هنايا كندهن الوجه ديال الكيك كامل بديك الخلطه مزيان، الجوانب وكل شيء صافي. كندور عليها كامله. كي قلت لكم الكيكه راه كتجي هشيشه وكتجي خفيفه، تجي زوينه. وفي هاد المرحله بغيتو تخليوها غير تكتفيو بها غير بهذا الصوص ديال الشوكولاط تخليوها. انا لو ديت الوليدات درت هاد الفيرميسي الملونه حتى هي كتجي زوينه، كتعطي منيضر حتى هو زوين. كي قلت لكم على وديت الوليدات صافي كندير ليه هذاك الفيرميسي الشوكولا ملونين. وهذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الكيكه. دابا غادي ندخلها كيف قلت لكم بغيتو تخليوها غير تبرد شويه بالصوص ديال الشوكولا والدانيت اللي باش هانتوما معايا ما تمشيو فيه. بغيتو تزيدوا هكا حبيبات ديال الشوكولاط كيبقى لكم الاختيار. انايا على وديت الوليدات زدت هذا الشوكولاط. نتوما عارفين العين كتاكل قبل الفم ديال بالنسبه للوليدات، داكشي علاش زدت هذا الفيرميسي شوكولا الملونه كتجي زوينه. هانتوما كتشوفوا ونتمنىكم تجربوها، واللي جربتها تخليها ليا في التعاليق، واللي جربتوها ما غتندموش عليها، يعني اقتصاديه وفي متناول الجميع. وغنشكركم شكرا لكم بزاف على التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا، واخا ما كتخليوش ليا شي تعاليق اللي هما بكثره. وبغيت نطلب منكم ما تنساونيش من ديك اللايك فضلا وليس امرا، وتبارطاجيو الفيديو مع الحباب ولا العائله باش تعمل فائده. وشكرا لكم وبسلامه عليكم حتى الفيديو قادم ان شاء الله.